السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم احبتي في الله. اليوم حبيباتي جبت لكم حلوى جافه اقتصاديه بمكونات بسيطه وسريعه التحضير، وفي نص ساعة يعني توجديها. البنات جربوها بزاف بنينة، انا بناتي يعني موتوا عليها، سيختو مع قهوة حليب. والاهم من ذلك انها ما فيهاش يعني الزبدة، ما فيهاش بزاف مكوناتها جد بسيطة، موجودة في كل البيوت. البنات اذا كنتوا اول مرة تشوفوا الفيديو تاعي ما تنسونيش بالجيم والضغط على زر الجرس. وراح نعطيكم السر باش لي غالات تاوعنا يجونا حمرين من الداخل وهذاك القرمشه. تابعوا معايا حبيباتي الوصفه. هنا حبيباتي عندنا 3 حبات بيض، ما غاديش نستعملهم كامل، تابعوا معايا الوصفه. عندي كاس تاع زيت، كاس تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع مايزينا اللي هنا اللي هي انشا، وعندي 3 مغارف كبار تاع حليب، وعندي هنايا كيسين تاع خميره كيميائيه، وعندي هنايا عطر الليمون. اذا ما كانش عندك عطر الليمون تقدري ديري لافاني ولا ديري قشور الليمون ولا قشور البرتقال. تابعوا معايا هنا حبيباتي. هنا البيضه تاعي راهو صغير يعني ماهوش كبير، درت زوج حبات بيض مع بياض بيضة. تابعوا معايا مليح، درت زوج حبات بيض كاملين، والحبة الثالثة كنت فصلت البياض على الصفار راح نحتفظ به باش ندهن به لي غالات تاوعي، والبياض كنت ضفته في العجينة. وراح نضيفو هنا يا حبيبات، شوفوا هذا الصفار هو اللي راح ندهن به، راح ندهن به لي غالات تاوعي. وراح نضيفو هنايا السكر ونخلطوها بالخلاط اليدوي. اذا بغيتي ديري الباتور ديري الباتور. وهنا حبيباتي انا خلطتها غير بالفوي يعني الخلاط اليدوي تاعي. هنايا لازم تخلطوا مليح السكر مع البيض، لازم تخلطوهم مليح حتى تحصلوا على هذاك اللون يكون ابيض، لازم تخلطوها مليح البنات. هنا راح نضيفوا الكاس تاعي تاع الزيت، نخلطو تاني مليح باش لي غالات تاوعنا العجينه تاعنا ما تطلقلناش الزيت. هنا لازم الزيت تخلطوه مليح. نضيفو هنايا زوج مغارف كبار تاع مايزينا، نضيفو هنايا 3 مغارف حليب. الحليب غادي تسقسوني، الحليب ماهوش دافي، جبته من الفريجيدير عادي. وراح ندير هنايا عطر الليمون، تقدروا ديروا كيما قلت لكم لافاني ولا قشور الليمون يعني كيما تحبوا. هنا راح نديرو ملعقة كبيرة تاع عسل، هذا هو السر اللي راح يعطينا هذاك الاحمرار من الداخل ويعطينا هذيك القرمشة. البنات هادو لي قالات يجوا بزاف بنان، راح تولوا يعني مدمنين عليهم. خلطوا هاد المكونات مليح البنات، ومن بعد راح نبداو لمو بالفارينة تدريجيا. راح نضيف الفارينه، راح نضيف 2 باكي تاع لاليفير اللي هي خميره الحلوى. الوزن تاعهم هما 10 غرام، يعني في زوج راح استعملنا 20 غرام تاع خميره الحلوى. نخلطوا مليح، ندخلوا الفارينه تاعنا مليح بالاول بالفوي، من بعد نستعملوا اليد تاعنا ونبقوا نلموا فيها. البنات الفارينه هنايا حذاري تيبسوها، لازم العجينه تاعكم تجي طريه، يعني نديروا الفارينه بالتدريج. شوفوا هنايا راني نخلط بالفوي وندخل في الفارينه تاعي مليح، ومن بعد نبدا نلم فيها بيدي كيما هكا، ونضيف الفارينه كيما قلت لكم غير بالعقل غير بشويه حتى تلتم معاكم العجينه. صدقوني البنات هاد الحلوه بزاف بنينه وهاد لي قالات بزاف بنين. سيختو اصحاب المشاريع كاين بزاف نساء يخدموا في ديارهم يبغوا هاد الوصفات كيما هاد لي قالات مطلوبين بزاف يعني في المقاهي. شوفوا الطراوه تاع العجينه تاعي تجي بزاف طريه. هنا راح نقسم العجينه على 2، نغطي العجينه يعني العجينه الاولى راح نستعملها، والثانيه راح نغطيها نرش البلون طرافاي تاعي بالفارينه، طاوله العمل تاعي رشها بالفارينه، ونحلو العجينه تاعنا بالحلال. هنايا العجينه تاعنا ما تحلوهاش بزاف، يعني ما ترقوهاش بزاف ما تغلضوهاش بزاف، تاني رانا دايرين لها خميره. تبعوا معايا، راح نطبخها بهذا الطابع دائري، وراح نوري لكم السمك تاع العجينه تاعنا ولا السمك تاع الحبه تاعنا.
شوفوا هنايا السمك، شوفوا كيفاش ما هي غليظه ما هي رقيقه. انا راح نعمر البلا تاعي وراح ندهنهم بصفار البيض. شوفوا راح نوري لكم حبه تانية. شوفوا يعني غير باش تشوفوا السمك تاع العجينه تاعنا. راح نكمل انا كامل، وهذيك العجينه اللي تبقى لي راح نعاود نحلها. شوفوا هنايا جبت صفار الحبه تاع البيض وشويه تاع قهوه اللي تكوني مطيبتها في الدار، تخلطيهم مليح. تبغي ديري هنا لافاني ديري لافاني باش تدرك لك هذيك الريحه تاع البيض. وندهنوا هنايا كامل الحبات تاعنا بهذه الطريقه. اذا ما كانتش عندك القهوه طايبه ولا النسكافي تقدري ديري صفار البيض مع شويه تاع حليب. ونجيبو هنايا ديري يعني خطوط عاديه بالفرشيطه، تقعدي يعني كل خطره تمسحي وديري هذوك الخطوط بالفرشيطه تاعنا. هنايا راني كنت مسخنه الفرن على 180 درجه، راح نديرهم يطيبوا ونعاود نرجع معكم. شوفوا هنايا حبيباتي، هذا سني الزاوج. السني الاول نسيت باش نصوره، هذا سني الزاوج يعني العجينه الثانيه ملي كنت حليتها. شوفوا هذاك الاحمرار وشوفوا كيفاش طاب، واحد الريحه تاع هذاك عطر الليمون، يعني ما تامنوش عقلكم، الجو بزاف بنان. راني شوفوا راني متاكده بلي غادي كي تجربوهم تولوا يعني مدمنين عليهم كيما انا. يعني انا كل ما تكمل نعاود ندير. راح نوري لكم هنا حبه. شوفوا الشيرات جات بزاف هايله. شوفوا الاحمرار هذاك هو تاع العسل. شوفوا الاحمرار الفوقاني تاع الصفار، لكن العجينه تاعنا الداخل راهي حمراء. دوك نحل لكم حبه وتشوفوا. وشوفوا من التحت كيفاش طابت. ولازم تاني البنات تحمروهم مليح، يعني ماشي حتى تحرقوهم، تحمروهم يعني الفرن تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، ويكون على 180 درجه. البنات هنا راح نعطيكم المقدار يعني تاع 2 حبات بيض. هنايا ديري فيها حبه بيض معاها بياض تاع الحبه الثانيه، يعني حبه بيض كامله زائد بياض بيضه، نص كاس سكر، نص كاس زيت، ملعقه كبيره تاع العسل، ملعقه كبيره تاع مايزينا، ملعقه ونص تاع الحليب، وباكي تاع خميره الحلوى، وتلموها بالفارينه. هذا المقدار راح يعطيكم 28 حبه، لكن انا كي درت 2 حبات بيض كاملين بليس بياض بيضه شوفوا خرجت لي 41 حبه. قلت لكم تقطع لكم كميه مليحه يعني لاباس بها. على الاقل تتهناو حتى 4 ايام ولا 5 ايام ما تخدموش الكاطو. انا هنايا البنات وصلت لنهايه الفيديو. نتمنى الكاطو تاع نهار اليوم يكون عجبكم ويكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. نتمنى منكم البنات تجربوا هذه الوصفه وتكتبوا لي في لي كومونتير. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.